بنجمنت بنجمنت الحمش بمقطع جديد. بنجمنت بنت يا اخي خلاص يا اخي، ذا المخلوق اغرب مخلوق شفته في السوشيال ميديا. ان هذا المخلوق منزل 416 فيديو على قناته في يوتيوب، وكل فيديوهاته كذا يشغل الكاميرا يقعد قدامها ويصفن، ما يتحرك ولا يتكلم ولا يسوي اي شيء. Are you crazy? Are you crazy? من بين ال 416 فيديو 318 فيديو من سلسلة الابتسامة. الشيء الغريب والعجيب في هذا المخلوق انه لما يشغل الكاميرا ما يسوي لك فيديو 8 دقائق ولا 10 دقائق، يقعد 4 ساعات. انت تتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. 4 ساعات كذا قاعد قدام الكاميرا ولا يسوي اي شيء. خلينا نحسبهم شوية. الرجال مضيع 1272 ساعة من عمره، ما يساوي 52 يوم. مضيع 52 يوم من عمره كذا قاعد صافن قدام الكاميرا ولا يسوي اي شيء. يعني شنو يعني مو حلو؟ يا صديق الصدوق، هذه الابتسامة اللي شايفة قدامك طلعت عنها 500 ألف مليون نظرية. ناس تقول لك ان ذا المخلوق متلبسه جني، وناس تقول لك هذا المخلوق مريض نفسي، وناس تقول لك ان ذا المخلوق مسوي كل هذه الحركات وكل هذه الاشياء بس عشان يسوي مشاهدات. وهذا شيء اكيد يا اخي. يعني واحد ينزل فيديو على يوتيوب ايش يستنى منه؟ لايكات؟ اكيد. يعني زيك انت يا صديق الصدوق الان تحط لنا لايك وتحط لنا كومنت خفيف نظيف، تشترك في قناتي على يوتيوب عشان تشوف مقاطع اللي جايه. المهم نرجع لبنجنمت. نرجع لذا المخلوق. وناس تقول لك وناس تقول لك ونظريات كذا. عارفين انتم الناس في الكومنتات والنظريات والمحققين الكونانيين، في احد فيديوهاته صار شيء يخوف للامانه. هو كان قاعد كذا مبتسم، فجأة يتسكر الباب اللي وراه، وبانت ملامح الصدمة وإن في شيء غريب حدث في هذا المكان. يعني بانت آثار الصدمة على هذا المخلوق زي ما تحرك عندي الشاحن، وبانت الصدمة عندي. يا ساتر. A few moments later. وفي أحد بثوث هذا المخلوق كذا يكون لك قاعد مبتسم وفجأة يتعب من الابتسامة فيقعد يصير حزين ويرجع الابتسامة غصب عن أمها ترجع. كيفني وأنا مبتسم؟ انت حلو، انت كويس، انت حلو. يا أصدقائي الصدوقين، هذه ثاني مرة بسجل المقطع عند المخلوق وبمنتجه وبيخرب. وش اسوي لك؟ فهذه المرة لو ما نزل هذا المقطع بيكون في شيء غريب في ذا الرجال. لم تضبطوا معنا. وتقريبا في 318 فيديو اللي قلنا عنهم سلسلة الابتسامة مرات كذا يكون قاعد لك في البث المباشر تشوفه كذا حزين مكتئب وفجأة يبتسم. شيء غريب والله، زعلني ذا الرجال. خلاص يعني بس فتح لك الكاميرا كذا وقعد مقابل الكاميرا سحب لك سحبة ال4 ساعات وكأنها دقيقتين، يقعد لك كذا ولا يسوي أي شيء. والله إني 3 دقائق ما أقدر أقعد في مكاني. ايش دخلك؟ ايش دخلك انت؟ وخوينا بعد هذه النظريات كلها وهذه البثوث الناس خافت عليه، لكن ابي ابشركم هذا المخلوق تغير وصار له فتره طويله قاطع عن هذه السلسله اللي اسمها سلسله الابتسامه، وكذا يقعد لك 4 ساعات ومركز لك على سلسله جديده مسميها المشي والكلام. كذا ينزل لك في الغابه في الشوارع في الطرقات كذا ويقعد يتكلم مع الناس. اقل شيء في هذه السلسله يقعد يتكلم. سمعنا صوت ذا المخلوق والله انا فكرت اخرس ولا ما يتكلم ولا شيء، والله فكرت مختل عقلي، خفت على هذا المخلوق. لكن الآن مركز على هذه السلسلة كويس وقاعد ينزل فيها مقاطع ويهتم بمتابعينه ويسمعوا صوته. قل شيء لما يتكلم مع المتابعين يسمعونه. وبس هذا كان مقطعنا اللطيف الخفيف النظيف. أتمنى يكون نال إعجابكم واستمتعتم. ما ننسى لايك ومن أخلاقك البريئة، كومنت خفيف نظيف، اشترك انضم للقبيلة، فعل ما يسمى بجرس التنبيهات. حبيت أتكلم لكم عن ذا المخلوق، قلت شوية نفرفش كذا يعني مو تسليك، خلينا نكون شوية مثقفين. ودمتم بخير. 치료해줄 사람 어디 없나 가만히 놔두다가 끊임없이 떠나 사람도 너무나도 겁나 혼자인 게 무서워 나 잊혀질까 두려워 상처를 치료해줄 사람 어디 없나 가만히 놔두다가 끊임없이 떠나